السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده بقى عملت اختراع جامد ما شاء الله. عملتها حاجه كده خرافه. احنا بقى زهقنا من الكيكه المعتاده اللي احنا بنعملها على طول بالمكونات بتاعتها. اخترعنا النهارده بقى حاجه كده لذيذه. خليكم بس معايا لاخر الفيديو وهتشوفوا الطريقه بنفسكم. انا اللي حطيت السفن على الكيك. جميلة يا جماعة، طريقة سهلة خالص وبسيطة. قبل ما نبدأ الفيديو مع بعض، لايك وشير لو عجبك الفيديو. أول حاجة أنا معايا كوبايتين اتنين من الدقيق، نخلتهم الأول كده ونزلت بيهم كده. هنخل الدقيق حلو كده بالشكل ده. الطريقة دي هتعجبكم وسهلة وبسيطة خالص، وبمكونات كلها بسيطة في البيت. حطيت بقى معلقتين كبار برضو من النشا ونخلتهم برضو. يبقى احنا نخلنا كوبايتين الدقيق حلو، ونزلنا برضو بمعلقتين كبار من النشا كده ونخلناهم، ورشة من الملح، وقلبت كده المكونات الجافة كده مع بعضها. هركنها على جنب واجيب بولة تانية. هنزل ببيضتين اتنين، ونص كوباية من السكر، وفانيليا معلقة صغيرة او كيس من الفانيليا، ومعلقة كبيرة من الخل. وهخفق بقى كل ده مع بعضه. هخفض البيض حلو كده مع المكونات لحد ما السكر يدوب خالص. هنزل بقى بنص كوباية من الزيت، اي زيت عندك. بعد كده بقى خفقتهم حلو. ممكن تعملوا الخطوة دي بالمضرب براحتك انتي، بس مش محتاجة مضرب ولا حاجة. انا عملتها بالسلك بالمضرب السلك يعني. بعد كده بقى جبت المكونات الجافة بتاعتنا، نزلت بقى بالبيض، بالخليط اللي احنا عملناه. وجبت بقى المرندة يا جماعة، اللي هي البرتقال اللي هي زي دي، خدت منها كوباية واحدة بس. ده بديل الحليب. عملتها بالطريقة دي طلعت معايا تحفة وطعمها خطيرة، حاجة كده لذيذة. هخفق بقى في اتجاه واحد كله. لازم ايديا يا جماعة تبقى في اتجاه واحد كده، والف كده المكونات كلها كده مع بعضها تتجانس، علشان يكون الدقيق يتوه يعني تماما. بعد كده جبت اي نوع صينية عندك بقى دهنيها زيت، وبعد كده بتضريها بقى بشوية دقيق، وانزلي بقى بالخليط بتاعك بقى بالشكل ده، وهزها كده هزة عشان اطلع منها الهواء. بكون مجهزة الفرن بقى بتاعي على درجة حرارة 180. بندخلها بتقعد حوالي عن 45 ساعة يعني بالكتير، على حسب الفرن. بتطلع معايا بالطريقة الجميلة دي، هشة وبسيطة وجميلة وطرية وحاجة كده لذيذة، وطعمها كمان يا جماعة والله خرافة. لايك وشير لو عجبكم الفيديو.